كأس العالم 2026 على الأبواب، ولكن اللي خاصنا نفهمه اليوم هو أنه المنتخب المغربي ما بقاش نفس المنتخب ديال 2022. راه دخل لمرحلة جديدة فيها تغيير كبير على مستوى الفلسفة والتكتيك، وهذا الشيء بان مباشرة مع الإطار الوطني محمد وهبي اللي معروف بخدمته الكبيرة مع الفئات السنية، خصوصا أنه مدرب كركز بالزاف على التفاصيل الصغيرة والتكوين والتكتيك الحديث، وكيعتمد غالبا على نظام 4-2-3-1 اللي كيعطي توازن بين الدفاع والهجوم، ولكن الأهم هو الضغط العالي هاي بريس وبناء اللعب من الخلف، يعني المدافعين ماشي غير كيدافعوا ولكن كيشاركوا فبناء الهجمة. وهذا التحول باين في اختيارات اللاعبين، بحيث ولا كيعطي فرص كبيرة لجيل جديد عنده طاقة وسرعة بحال بلال الخنوس، إلياس بن صغير، شادي رياض، وحتى أسماء صاعدة بحال زكريا وزان وناس كيهضروا حتى على مواهب جديدة بحال زباري اللي كيمثلوا المستقبل. وهنا كنشوفوا الفرق الكبير مع وليد الركراكي اللي كان عنده أسلوب مختلف تماما، حيث كان كيركز على البلوك الدفاعي المنخفض لو بلوك وتنظيم الخطوط والمرتدات السريعة، ونجح بهذه الطريقة يوصل لنصف نهائي كأس العالم 2022. يعني كان كيلعب على الواقعية والانضباط، بينما وهبي كيبغي يرفع الإيقاع ويخلي المغرب منتخب كيسيطر ويفرض اللاعب دياله. ولكن هذا التحول فيه مخاطرة كبيرة، حيث الضغط العالي إلا ما كانش منظم غادي يخلي المساحات في الخلف، وهذا الشيء ممكن تستغله منتخبات كبيرة خصوصا في مونديال 2026 اللي غادي يتنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، واللي غادي يكون فيه عدد أكبر من المنتخبات وبالتالي مباريات أكثر وإيقاع أعلى. وهنا كيجي التحدي الحقيقي، وش المغرب عنده العمق الكافي؟ فالتشكيلة باش يلعب بهذا النسق، خصوصا فوسط الميدان فين الدور الكبير ديال اللاعبين بحال الخنوس اللي يقدر يربط بين الدفاع والهجوم، ومع الأجنحة السريعة اللي تقدر تضرب الدفاعات في المساحات. ومن جهة أخرى كنشوفوا إنه حتى المنتخبات الكبيرة بحال منتخب البرازيل ما بقاتش بنفس الهيبة ديال قبل، وهذا الشيء كيعطي فرصة حقيقية للمغرب باش ينافس، ولكن بشرط مهم وهو التوازن، حيث ما يمكنش تلعب غير الهجوم وتنسى الدفاع. وهذه النقطة هي اللي غادي تحدد نجاح أو فشل المشروع ديال وهبي، واش يقدر يخلق منتخب متوازن يجمع بين صلابة 2022 والجرأة ديال 2026، ولا غادي نشوفوا فريق كيلعب مزيان ولكن كيتعاقب بالأهداف. وفي الأخير خاصنا نكونوا واقعيين، المغرب اليوم عنده جيل ذهبي، تجربة كبيرة وطموح عالي، ولكن كرة القدم الحديثة ما كترحمش، والتفاصيل الصغيرة هي اللي كتفرق. وهذا المونديال غادي يكون امتحان حقيقي، إما المغرب يثبت إنه دخل لعصر الكبار ويقدر ينافس على اللقب، أو يبان إنه التغيير جاء في وقت حساس. وده بس سؤال ليكم، وش كتآمنوا إن الفلسفة الهجومية الجديدة غادي تنجح وتوصلنا للنهائي، ولا كان خاصنا نبقاو على الأسلوب الدفاعي ديال 2022؟ إلى جينا نحلوا المواجهة المحتملة مع منتخب البرازيل، خاصنا نفهموا أنه البرازيل دابا ماشي هي البرازيل ديال زمان. صحيح ما زال عندهم نجوم كبار بحال فينيسيوس جونيور ورودريغو، ولكن الفريق ولا كيعاني تكتيكيا، خصوصا في التوازن بين الدفاع والهجوم، بحيث كيهاجم بالزاف ولكن كيبقى مكشوف في الخلف. وهنا كتجي الفرصة ديال المغرب، لأنه إلا لعب بذكاء يقدر يستغل هذه النقطة. أول حاجة خاص المنتخب المغربي يديرها هي إغلاق المساحات على فينيسيوس، لأنه أخطر لاعب. فالبرازيل وكيعتمد بالزاف على السرعة والانفراد، يعني خاص الظهير الأيمن ولا الجناح يعاونوا دفاعيا باش يتدارك الوضع. ثانيا المغرب خاصه يلعب على التحولات السريعة كاونتر أتاك، حيث الدفاع ديال البرازيل كيتقدم بالزاف وكيخلي الفراغ، وهنا السرعة ديال الأجنحة المغاربة تقدر تدير الفارق. ثالث حاجة وهي الضغط الذكي، ماشي الضغط العشوائي، يعني المغرب يضغط في وسط الميدان باش يقطع الكورة ويخلق فرص قريبة من المرمى. ورابع نقطة مهمة هي الفعالية، لأن ضد منتخب بحال البرازيل الفرص قليلة وخصك تسجلها. وما تنساوش أن التجربة ديال مونديال 2022 علمت المغرب كيفاش يلعب ضد الكبار بلا خوف، وبالتالي إلا طبق هذه الخطة، تنظيم دفاعي زائد إغلاق مفاتيح اللعب زائد استغلال المساحات زائد فعالية قدام المرمى، راه فعلا ممكن نشوف المغرب كيغلب البرازيل ويدير إنجاز تاريخي جديد.